قالها الكاتب الإنجليزي ألدوس هوكسلي إن الموسيقى أقرب شيء بعد الصمت يمكن التعبير بها عما لا يمكن وصفه. وقال أيضا أفلاطون إن الموسيقى أسمى من أن تكون أداة للهو والسرور، فهي تطهير للنفوس وراحة للقلوب. فيا ترى أي نوع للموسيقى يتماشى أو يبرر ويؤكد تلك الأقوال؟ أهلا بكم. كثرت الألوان والأنماط الموسيقية في السنوات الأخيرة حتى أننا أصبحنا نعيش عولمة موسيقية حقيقية جعلت الأغنية العربية والطربية الأصيلة على وجه الخصوص تبدو غريبة نوعا ما في خضم هذا الصخب الموسيقي السائد اليوم، إلا أنها أي الأغنية الطربية وأمام كثرة واختلاف الألوان الغنائية لا تزال تفرض وجودها بفضل وجود الغيورين على هذا اللون وبفضل وجود أذن موسيقية تواقة للفن والطرب الأصيل. لكن هل هناك تناغم وعلاقة وطيدة بين الطرب الأصيل والجيل الصاعد؟ هل للشباب لهفة أو ميول لتذوق الفن الطربي الجميل؟ نذهب إلى أبعد من ذلك لنتساءل: هل الأغنية الطربية اليوم تحظى بذات المكانة التي تتباهى بها ألوان غنائية أخرى؟ كيف يمكن اختصار المسافات واختزال الهوة بين اللون الطربي وشباب اليوم؟ وكيف يمكن الحفاظ على هوية موسيقية تجذرت منذ القدم في عمق حضارتنا وثقافتنا وساهمت في تربية وصقل الذوق الموسيقي لأجيال عديدة؟ وعند الحديث عن الفن الطربي وعن الأغنية الطربية لابد من إعطاء الكلمة لأصحاب العلاقة، صناع ومبدعي اللون الطربي. ويسعدني أن أستضيف في حلقة اليوم الفنان السوري الأصل المغربي المنشأ صاحب الصوت الطربي الأصيل والذي قدمه يوما العملاق صباح فخري للجمهور كحامل لمشعل التراث، شهادة تغني عن كل تعريف، الفنان بدر رامي. أهلا بك بدر. أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا لك على الاستضافة الطيبة. أهلا وسهلا. ولقناة ميديان تي في، شكرا لكم جميعا. شرفتنا أستاذ بدر. تسلم، الشرف لي والله. أهلا وسهلا. لي بلقائكم. من مشاهير العازفين على آلة الكمان له الفضل في صقل واحتضان موهبة نجله بدر رامي، متشبع بالموسيقى الطربية المايسترو رامي زيتوني. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا بك أخي وأستاذي حسام. أهلا بالطاقم التقني كلهم والمشاهد الكريم. أهلا وسهلا. تحياتي. ترعرع، نشأ ونهل من ريبرتوار الفن الأصيل، كون شخصية فنية متميزة أهلته لكي يفوز بلقب فني عربي ويفوز أكثر بحب وتقدير جمهور عريض داخل وخارج المغرب يحترم الفن وعشاق الفن. يمضي على خطى الكبار الشاب الراقي بفنه وشخصه، مراد البوريقي. مراد، اهلا وسهلا بك. شكرا لك استاذ حسام، وشكرا على هذا البرنامج الرائع جدا، وتحيه لقناه ميديان تي في، وتحيه للجمهور اللي كيشاهدنا عبر هذه القناه الرائعه والراقيه. اهلا، سعيد بحضوركم جميعا. ابدا معك استاذ رامي، يعني هل يمكن القول اليوم اننا في زمن تواق للأغنية الطربية؟ أي هل الأغنية الطربية غائبة عن الساحة الفنية في ظل هذا التراكم وفي ظل هذا الكم الهائل للألوان الموسيقية المختلفة؟ لا شك الأغنية الطربية هي المدرسة الأم، منها ينبثق عنها كل أنواع الفنون، لأن هي المدرسة وهي المنشأ. هي لم تغب في الواقع، لم تغب عن الساحة الفنية العادية، أما على صعيد الإعلام هي غائبة نوعا ما. نجدها في السهرات، في كل سهرة خاصة أو عامة أو مهرجان أو حفل في مسرح، نلاحظ أن الأغنية الطربية أو الموسيقى الطربية حاضرة من بداية الحفل. من الموسيقى الصامتة مرورا تقديم فقرات الغنائية. فقرات الغنائية. أستاذ رامي، يعني هناك من يقول أن الأغنية الطربية ربما هي غائبة أو يعني يحاولون تغييب الأغنية الطربية، ما رأيك أستاذ بدر؟ والله الأغنية الطربية لا زالت موجودة والحمد لله، جمهورها واسع عريض
من شباب، من كبار، من حتى يعني جيل أطفال. ما شاء الله عم نشوف ببرامج عم بيشاركوا فيه، عم بيغنوا أغاني لكوكب الشرق للسيدة أم كلثوم، عم بيغنوا لعبد الوهاب، وعم بيغنوا لموسيقار ملحم بركات الله يرحمه، عم بيغنوا لصباح فخري، لوديع الصافي، لفيروز، لوردة، يعني وعم بيغنوا أغاني مغربية طربية طبعا، للأستاذ عبد الوهاب دكالي، لأستاذ عبد الهادي بالخياط وغيرهم. صحيح. لكن ربما نوعا ما بنقصنا أنه نعطيها زيادة من الأهمية، لأنه هي نحن بنعتبرها أنه هويتنا وتراثنا العربي الأصيل اللي كلنا نحن تعلمنا منه. كل الفنانين تعلموا منه. يعني جميل. طيب مراد البوريقي، وأنت شاب كذلك، اقترن اسم مراد البوريقي بالأغنية الطربية، بالفن الطربي الأصيل. ما رأيك اليوم؟ هل نعيش فعلا ربما أزمة للأغنية الطربية؟ هل الأغنية الطربية حاضرة في مشهدنا الفني الموسيقي اليومي؟ والله بصراحة يعني نحن ما كنعيشوش أزمة. نعم. بقدر ما كنعيشوا أنه نوع من التخلي شوية على التراث العربي الأصيل، وخصوصا الطرب الأصيل. نعم. يعني جيل الشباب حاليا كنشوفوا انه كلهم كيجري وراء الاغنيه الشبابيه. احنا ماشي ضد الاغنيه الشبابيه وماشي ضد تطور الموسيقى، بالعكس الموسيقى كل ما تزادها تكنولوجيا وتقنيات كل ما كتزيد تحلى اكثر، وانما مع الحفاظ على كانك كتبني شي منزل. صحيح. وبغيتي تحط له مثلا اخر ما كاين مثلا في الديكورات، ولكن الاساس هو والاساس لازم نحطوه في الاول باش نبنيو. هذا يمكن هذا هو المثال اللي نقدر نشبه به الاغنيه الطربيه الاصيله اللي ما عمرها غادي نعم يعني ما عمرها غادي تموت صراحه. يعني حاضره، يعني حاضره دائما بالرغم من كل العوامل ومع جميع الاجيال ان شاء الله. عفوا سامحني على هالتدخل. تفضل. انا بعتبر الاغنيه الطربيه كقطعه الماس. نعم. ما بتبطل ابدا، ما بتموت. بنضل من توارثها جيل عن جيل وبتغلى اكثر، ورغم القدم ربما يزيد البريق. نعم يزيد البريق والاستمرار. لكن فيك تلمعها شوي، فيك تجملها شوي بطريقه لكن الماس يبقى الماس. لكن الماس يبقى الماس. طيب يعني استاذ رامي، هناك من يقول ان اصحاب العلاقه، يعني الفنانين المبدعين، اصحاب الطرب والمسؤولين عن الاغنيه الطربيه، ربما هناك تقصير من قبل هؤلاء، أو ربما هناك عوامل أخرى فرضت عليهم تماشيا مع الموجة الرائدة اليوم. فعلا هناك تقصير. نعم. ليس إلغاء. نعم. للموضوع الأغنية الطربية. لا، هناك تقصير بسبب ربما يعود إلى أن الأغنية الطربية بشكل عام تكون أطول من الأغنية القصيرة. نعم. اللي ما تسمى الآن حاليا شبابية. نعم. هي لا يوجد أغنية شبابية وأغنية هرمية وكذا. تماما. لكن الأغنية الطربية، الطرب يستلزم فترة من الوقت حتى الإنسان يسلطن. صحيح. فابتعادا أو نشوزا عن هذه القاعدة اللي بعض الملحنين بيلجأوا إلى تكميش الأغنية في أسلوب جديد. نعم. في التلحين. قد يكون هناك يتماشى ربما مع قد يكون هناك مع سرعة العصر. يعني قد يكون هناك تقصير في إضافة الأنغام الشرقية والمقامات عن الأغنية. ولكن هذا بحد ذاته يعني الابتعاد عن الأغنية الطربية. ما رأيك أستاذ بدر؟ والله نحن مالنا مبتعدين عن الأغنية الطربية. وبدليل الحمد لله أعطيك مثال، عندنا نجم طربي طبعا أخونا مراد، وجود هؤلاء الفنانين، وجودكم، يعني هذا يعني أن الأغنية الطربية لا تزال بخير. هو الجمهور ما زال مشتاق للأغنية الطربية. نعم. مشتاق ما زال. طيب. يبغي يكون خليفة لأم كلثوم 10 مثلا ولا 20 من أم كلثوم، 25 أو 30 من محمد عبد الوهاب وعبد الحليم. لا، الجمهور ما زال محتاج للطرب. لابد من لكن طريقة إيصال الطرب
هو بعض المرات يعني الميساج ما نعم. تيوصلش كيف الفكرة أستاذ بدر. نعم، قلت فكرتك، لك كمل فكرتك. قلت لك بدليل ما شاء الله أخونا مراد نعم. بيشارك نحن بنتابعه بنحبه كمان، صديقنا وفنان محترم. نعم. وأبوه كمان أستاذ وأستاذي أنا كمان، يعني بفتخر فيه، أستاذ حسن بوريقي، بنوجه له تحية. دائما ما شاء الله بيشارك بمهرجانات كبرى وبيغني أغاني تراثية، وبتلاقي الجمهور ما شاء الله عم بيردد معه وبيغني معه، شباب صغار كمان حفظانين من جميع الفئات، يعني حفظانين قدك المياس يا عمري، حفظانين يا مال الشام، حفظانين أغاني كثيرة. طرب، يعني الطرب موجود، لا زال موجود. طيب، سنتعرض لعدة محاور فيما يتعلق بالأغنية الطربية مشاهدينا اتباعا خلال هذا الحوار، ونتابع الآن بعض المقتطفات من روائع الفن الطربي الأصيل بصوت الفنان الأصيل بدر رامي، مقتطفات من بعض مشاركاته في مهرجانات موسيقية وازنة بالمغرب، لنستمتع. الله 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 على الطرب الجميل. سلام. أستاذ بدر، يعني مدرسة صباح فخري ظاهرة في أسلوب أدائك يعني وفي تقديمك لهذا التراث الجميل. صباح فخري الله يطول عمره ويمده بالصحة والعافية. أمين. أستاذي وأنا كتير بحبه وتعلمت منه الكثير طبعا. وهو قدمك في يعني إحدى الحفلات ربما على نعم. أحد المسارح في مدينة فاس على ما يبدو. نعم، في مهرجان الموسيقى الصوفية، مهرجان الصوفي تبع فاس. نعم، موسيقى الروحية. الصوفي نعم. نعم، في مهرجان الثقافة الصوفية بعام 2009 قدمني، والحمد لله أنا كتير بفتخر بهذا الشيء، وبتمنى أنه أكون قد الحمل وقد المسؤولية، يعني لأنه هذا الشيء ما هو سهل أبدا، وأنا يعني بخاف من هذا الحمل الثقيل، وبتمنى أني أكون قده يعني. أكيد، وأنت قد المسؤولية وقد هذا ربما أنت تحمل يعني موروث موسيقي وتراث موسيقي، يعني أنت جدير بذلك، وهذا هذه شهادة العملاق صباح فخري. أتمنى أن أكون عند حسن ظنه وظنكم جميعا. أنا بحب هذا الفن الجميل الأصيل لأني كبرت فيه. نعم. وترعرعت فيه، ومنذ نعومة أظافري وأنا بسمعه. نتمنى لك كل التوفيق بدر، كل التوفيق في مشوارك. يعني أستاذ رامي، نلاحظ أن عندما تكون هناك سهرة للفن، للطرب، للأغنية الطربية، هناك جمهور غفير، جمهور كبير يعني يأتي ليتذوق الموسيقى. على ماذا يدل ذلك؟ أمر طبيعي. نعم. لا شك أن الموسيقى لغة الإحساس ولغة الوجدان. نعم. اللغة التي تحرك مشاعر الإنسان وتهز فيه نسمات النشوة. فهذا أمر طبيعي أن الجمهور بشكل فطري أنه يرتاد. نعم. هذه الأماكن وهذه المهرجانات وهذه السهرات. نعم. وهذه الحفلات وهذه فأمر طبيعي. دائما ما يهز المشاعر الإنسان يلجأ إليه. صحيح. نعم، يعني المتلقي لا زال تواقا للفن الطربي الجميل. يعني هذا نعم. لا مجال للشك فيه. نعم. وخير دليل، يعني أنا نقول لك من تجربتي الشخصية، يعني نعم.
في برنامج مثلا ذا فويس انا غنيت كل اغاني طربيه يعني. نعم صحيح. من بدايه الى النهايه. يعني اكبر نسبه ونجاحي في البرنامج كان معتمد على تصويت الجمهور. يعني حبوه فيعني الجمهور بهذا اللون. تفاجأت انه في فئه كبيره من الجمهور بتصوت لي حبا، مش حبا في مراد، يعني حبا في الاداء الطربي اللي انا بغنيه. وما نجاحك في ذلك البرنامج الا دليل على يعني اكيد على وجود شريحه كبيره من الناس تحب الطرب الاصيل. هذا بيفسر يعني تهافت وحب الناس وتواجد الناس في عفوا بين قوسين غنيت بكل تواضع في باريس بمعهد العالم العربي مؤخرا. نعم. بغض النظر عن كثير من الحفلات بالمغرب ودول ثانيه. نعم. بس بباريس لم أكن أتوقع الحضور الكبير لتلك الحفلة. يعني وما توقعت أبدا أنه الناس حفظانين كل شيء، كل الأغاني الطربية. مثلا يا غصن نقى مكللا بالذهب هذا موشح أندلسي يعني مثلا الناس عم تغني معي يعني حفظانين يعني بيحبوا الطرب. طيب نواصل مشاهدينا، لكن نتوقف مع الصوت الجميل والأداء المتميز وأغنية تصويرية بعنوان مبروك على الإحساس مع الفنان صاحب الإحساس الرفيع الشاب مراد البوريقي. نتابع نستمتع ونعود لنكمل الحوار رفقة ضيوفي الكرام. جميلة هذه الأغنية لمراد البوريقي. طبعا مراد البوريقي الذي عرف بألوان طربية، ها هو مراد البوريقي بلون مغربي جميل. مراد، أردت أن تنوع ربما. أكيد. أنا يعني احنا كنا نتكلم يعني لما كان معروض الكليب، احنا مش ضد تقنيات جديدة في الموسيقى. نعم. يعني وماشي ضد الجديد، غير حط لي يعني شيء محافظ على الأساس، يعني عرفت، يعني حافظ على الأساس الطربي الأصيل. وبمعنى أدق سامحني، ما هو الأساس؟ يعني أنا مثل ما كنا عم نتناقش، ما لنا ضد الأغاني الجديدة الشبابية، هي أغنية جميلة وأنا بهنيه عليها، حلوة جدا التي تنجز بطريقة مهنية راقية. نعم. لكن منريد يعني نساهم أكثر في وضع اللمسة الطربية، يعني إدخال المقامات العربية اللي أصبحت تقريبا غايبة، يعني غائبة. صحيح. بنريد نسمع الرصد والبيات والسيقة يعني. جميل. يعني تابعنا أستاذ رامي، تابعنا هذه الأغنية. تفضل. هذه أغنية أنا بعتبرها طربية، لأني أخذت بعض لمسات من المقامات. صحيح. من الكرد ومن نعم. في هذا عندما تدخل المقامات العربية في البيات والصبا والحجاز تعطي نكهة جميلة، تعطي نكهة. حتى وإن كان حديثة وإن كانت شبابية. صحيح. ما يمنع من ملحن أن يضع بصماته وأفكاره وإبداعاته. طيب بالعودة إلى أستاذ رامي، بالعودة إلى الأغنية الطربية، إلى الفن الطربي، يعني رحيل صناع الطرب والمبدعين والعمالقة عن الساحة الفنية الواحد تلو الآخر، يقولون أن ذلك يؤثر أو أحدث شرخا في الساحة الفنية الموسيقية وأثر على الأغنية الطربية. ما رأيك؟ هذا صحيح. نعم. صار في عندنا نقص في المنتوج الطربي، في إنتاج الأغاني الطربية، رغم أن الفن الطربي له جمهور عريض واسع. نعم. هناك ملحنين جيدين، رغم أنهم أصبحوا قلائل، لأن الغالبية أصبحت تتجه إلى المنظور الضيق في تقديم الأغنية الطربية، يعني باستعمال مقامين أو 3 مقامات على الأغلب. يعني أنا ممكن نعقب عليه يعني مشكلة الملحنين هي نفسها مشكلة المطربين. يعني الملحن بيجيه مثلا مفروض عليه يحط مثلا أغنية يعني كيف نقول مركزة، يعني عرفت، حتى نفس المشكلة بتاع المطرب. يعني المطرب ممكن عنده مساحة صوتية كبيرة وعنده مقامات، لكن أنت قيدته، ولكن هو مقيد بلحن بسيط عشان إرضاء للجمهور مثلا. طيب
في هذا السياق لابد أن نعرج على اسم كبير في عالم الفن والأغنية الطربية، الموسيقار ملحم بركات الذي غادرنا في الأيام القليلة الماضية. أنتم كفنانين كأصحاب هذا اللون الطربي الجميل، ماذا يمثل ملحم بركات للساحة الفنية وخاصة للأغنية الطربية؟ أبدأ معك أستاذ رامي. رحمة الله على موسيقارنا الكبير ملحم، وفعلا الساحة الفنية فقدت موسيقار متميز بألحانه، بأدائه، بحضوره الوازن في كل المهرجانات وفي كل السهرات الكبيرة. الراحل ملحم بركات كان يريد أن يوجد بصمة لبنانية في الغناء العربي. يعني عندما تسمع أغنية طربية تقول هذه من ونجح في ذلك، نجح طبعا، نجح وأعطى مسار خاص للأغنية اللبنانية الطربية. وأثر في الساحة الفنية فعلا. نعم. طيب بدر، ماذا يعني لك موسيقار كبير مثل ملحم بركات غادرنا، وأنت طبعا مطرب ومتشبع بالفن الطربي؟ ملحم بركات أنا من عشاقه منذ صغري، كنت حفظان له أغانيه، حبيبي أنت وعلى بابي واقف قمرين. دعتك مثال. هلا على بابي واقف قمرين ما هي أغنية شبابية 100%، كل العالم كله بغنيها وطربية صحيح وتناسب العصر. بالعكس أنا استطاع أن يفرض هذا الفن الجميل. ويؤثر في الشباب. مراد، أنت والله أنا أولا أترحم على رحمة الله عليه. ملحم بركات هو شهادتي مجروحة فيه. إذا نحن لا شك كلنا أنا كان لي الشرف تلاقيته صدفة في استوديو في لبنان عند الموزع توني صابة، تحية ليه. فكنا تلاقينا، هو سجل، خلص تسجيل وأنا داخل أسجل عنده. ماذا دار بينكما؟ تلاقينا صدفة، سلمت عليه، رحب بي، وأنا كنت ديك الساعة يالله ربحت اللقب البرنامج. فرحب بي وقال لي لازم تكمل مشوارك الطربي، تحسه متواضع جدا. انا واقف نتكلم معاه ومش مصدق ان بتكلم مع موسيقار كبير هذه من سمات الكبار. هي صحيح. نبقى مع هذا الهرم الكبير في الموسيقى. ملحم بركات اسم اقترن بسحر الكلمة واللحن وقوة الصوت وتميز الأداء. أثر الخزانة الموسيقية العربية بألحانه المتأصلة في الأرض بين الدروب الخضراء لجبل لبنان وأحضان الطبيعة التي تفوح منها رائحة الليمون. عندما كان يافعا اعتبر تلميذا نجيبا لجيل ذهبي من كبار الموسيقيين الذين وضعوا أسس المدرسة اللبنانية في الغناء والتلحين، لكن عندما رحل فقدت تلك المدرسة أستاذا أعطى الكثير لفن الغناء. لحن للكبار والعمالقة أمثال نصري شمس الدين، صباح، وديع الصافي وماجد الرومي. أصبح العلامة الفارقة في وسط فني قلت أو انعدمت فيه العلامات الفنية الفارقة. رحل عنا آخر العمالقة، رحل بجسده وبقيت روائعه خالدة لأجيال وأجيال. نستمتع الآن بعطر بعض الزهور الفواحة من بستان الموسيقار الراحل ملحم بركات. حبيتك وبحبك، طيبت للغيم يشرد ورا الغيم وتخلص الطرقات. حبيتك وبحبك، طيبت للموج يركض ورا الموج في شمس المسافات. سلم عليها يا هوا واحكي لها قلبي هوا. تعال انسى يا قلبي بعد ليل الغربة، صعب الفرقة صعبة ما إلها أمان. الفرق ما بينك وبيني إنك حبيبي، حبيبي، إنك حبيب عمري.
حبيبي إنك حبيبي إنك حبيب عمري. كل ما شفت اتنين بتذكرك، كل ما تقاتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكون، إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت. ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكون، إذا ما سقيته شوي. نعم، وداعا ملحم بركات، رحلت عنا بجسدك لكن أعمالك وهذه الخوالد ستبقى خالدة في نفوسنا وفي وجدان كل العالم العربي الذواق للفن الأصيل. كلمة أستاذ رامي، يعني هذه الأعمال، هذه الخوالد لموسيقار كبير. لاحظنا نعم الآن بعد هذا الريبرتوار نعم كيف أنه أسس لنفسه مدرسة خاصة في صحيح. الطربيات. نعم. نجد أن في كل أغنية في مقامين أو 3 مقامات، وكل أغنية لا تشبه الأخرى، صحيح. كل نعم. مغايرة تماما. هذا يعني لغزارة فكره وإبداعه وإحساسه الكبير ومساحات صوته الكبيرة. سيبقى خالدا هذا أكيد الاسم. أكيد. نعم. بدر. الله الله، نعم موسيقار بسميه أنا موسيقار الأجيال أيضا. نعم 2 لا يتكرر. نعم. بألحانه، بصوته، بشخصيته الحلوة الخفيفة على المسرح. نعم. كلنا بنحبه، بنقول الله يرحمه، وبرأيي لن يتكرر، بس نتمنى أنه نعم. الناس تضل المطربين صحيح. الفنانين يعني أنت مراد. نعم يكرروا صحيح. أنت يعني. مراد، يعني أنت من قابل الراحل الموسيقار ملحم بركات. يعني بكلمة ماذا تقول عن هذا الهرم؟ يعني شنو نقولوا، يعني كلام كثير في حقه، يعني نعم. كثير الكلام في حقه، ولكن يعني هو فنان شامل كان، يعني جمع بين الصوت الجميل والأداء الجميل والألحان الجميلة، وحتى ألحانه يمكن نقدر نقول لك أنها تواكب جميع العصور. صحيح. يعني حتى صحيح. إنسان كبير في السن ويسمع طرب يسمع لملحم بركات، طفل صغير أو شاب يحب مثلا الأغاني الجديدة يسمع لملحم بركات. تغمده هذا هو الله سر طبعا، النجاح ديالو. تغمده الله برحمته. الله يرحمه. طبعا سنبقى نتذكر هذا الاسم من خلال أعماله وروائعه. لابد من تحية خاصة للموسيقار ملحم بركات. بدر، هذه المرة كنا في الكلمة، الآن للأغنية، يعني تحية. ماذا ستسمعنا للموسيقار الكبير ملحم بركات؟ نقول حبيبي أنت. تفضل. نعم يعني. مقطع من حبيبي أنت. حبيبنا أنت يا محمد. الميكرو. يا ليل من كل الحب أنا حبيتك، من كل الشوق استنيتك، من كل الحب أنا حبيتك، من كل الشوق استنيتك، من كل وردة بيتفتح يا حبيب قلبي لقيتك وبناموا بصحى على أحلى فرحة على أحلى فرحة يا حبيبي. وبناموا بصحى على أحلى فرحة على أحلى فرحة يا حبيبي. انت نهاري ليل انتظاري، انت نهاري ليل انتظاري، حديثي كله عنك انت حبيبي، انت وروحي انت
لحد قبلك ولا بعدك انت حبيبي انت وروحي انت لحد قبلك ولا بعدك انت نهاري ليل انتظاري انت نهاري ليل انتظاري حديثي كله عنك انت. بارك الله. سنعطي كذلك الميكروفون لمراد لتتحفنا بإحدى روائع مقتطفات لإحدى روائع موسيقار ملحم بركات. غني له يعني الأغنية المشهورة على بابي واقف قمر. تفضل تفضل. أيوه يا مداوي يا مداوي يا مداوي قلوب عطشانة اروي العطشانين يلي عيونك مليانة بالحب والحنين. يا مداوي قلوب عطشانة اروي العطشانين يلي عيونك مليانة الحب والحنين. وانا وانت يا نور العين روح وسكنة بجسدي وانا وانت يا نور العين روح وسكنة بجسدي. والناس عند قمر وانا عندي قمرين على بابي في قمرين واحد في السماء والتاني أغلى من العين يفهم بالوماء. على بابي واقف قمرين على بابي واقف قمرين 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 يا سلام. أغنية جميلة طبعا من روائع الموسيقار ملحم بركات. يعني بما أننا نتكلم عن الأغنية الطربية، لاحظنا أنه في برامج المسابقات الغنائية الفنية الخاصة بالأطفال يعني شاهدنا الكثير من هذه البراعم تتغنى وتتقن أداء الفن الطربي الأصيل. ما رأيك أستاذ رامي؟ حقيقة نعم. أنا أشبه هذا الموضوع أن الطفل عندما تعطيه جرعات من الحليب، جرعات نعم متزايدة شيء وقت يوم عن يوم أو شهر عن شهر، أيضا تلقينه الموسيقى وأنك تعيشه في جو فني طربي أصيل بألحان جميلة كلمات راقية، وهذا أكيد ستدخل إلى ذاته وإلى أفكاره صحيح. وإلى يعني يشربها وتسكن نعم. في قلبه وفي دمه. طيب يعني هؤلاء الأطفال هؤلاء البراعم بدر يعني يشاركون في تلك المسابقات، لكن يجب احتضانهم كذلك، يجب توجيه هؤلاء الأطفال كذلك ليستمروا في هذا الخط الطربي. طبعا كلنا لازلنا نتعلم، نحن اللي هلا يعني كمطربين يعني ربما محترفين بكل تواضع لازلنا نتعلم، وبدنا مين كمان يزيد يعلمنا، وبدنا مين يساعدنا، وبدنا مين نحن كمان يعني المعاهد الموسيقية، الحفلات الطربية، إنشاء دور شباب مثلا لتعلم الطرب الأصيل. لأنه مثلا نحن في المغرب عندنا حاليا ما عندناش مدرسة مثلا للطرب الأصيل مثلا للغناء الطرب الأصيل. هذا يمكن نوجه رسالة للمسؤولين واللي غيورين على الفن الأصيل والطرب الأصيل أنهم يهتموا بالجيل الصاعد بالأطفال. أنا شخصيا فرحت لما شفت أطفال في عمر الزهور يغنون يتقنون الغناء. هذا شيء مفرح والله، ولكن
لازم نشدوا بيديهم. هذه مسؤوليه كبيره على المسؤولين على قطاع الثقافه والفن في العالم العربي وخاصه في المغرب كذلك، خاصه في المغرب، لان هناك في المغرب اصوات يعني ومواهب كثيره عديده تحتاج الى الاحتضان. نعم. زاخر بالاصوات. وفي بعض من هؤلاء التلاميذ ما شاء الله قد يصلوا إلى أنه يتفوقوا حتى على الأستاذ. صحيح. ما شاء الله بيغنوا بطريقة ممتازة جدا يعني احترافية. فنحن نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أنه من السادة المسؤولين أنه يكتروا لنا شوي من الطرب، لأنه هذا هويتنا وتراثنا. إذن يعني بوجود هؤلاء البراعم أستاذ رامي، يعني هذا هو السبيل الأنجع ربما للحفاظ على الموسيقى والأغنية الطربية مستقبلا. يعني أكيد هم من سيحملون المشعل. وزارة التربية لها دور، تلعب دور في البرامج الموسيقية في المدارس. نعم. المعاهد الموسيقية لها دور. وزارة الثقافة ممكن أن يكون لها دور في إيجاد بعض السهرات الطربية شهريا أو كل شهرين. هذه رسالة متمنيات إني أقدمها للوزارة، وخاصة يعني وجود مدارس ومعاهد موسيقية كذلك تحتضن. أكيد. تفضل. حتى ما نسوش الجانب الإعلامي. حتى الإعلام لازم يركز شوية على الأصول، على الأصل. صحيح. يعني حتى مثلا لما نشاهد مثلا حفل طربي ما يكونش عنده واحد اهتمام اعلامي كبير، لم ينقل عكس مثلا يعني احنا مش ضد، ولكن يعني لازم اهتمام شويه حتى من الاعلام. تلعب دور كمان. نعم. الاذاعات تلعب دور في هذا، الصحافه تلعب دور في تشجيع الناس، يعني تشجيع الاباء. طيب ما رايكم بشركات الانتاج التي هي منهمكه او منكبه على تشجيع ربما كل ما هو مثل الاغاني الخفيفه او التقاطيق الشبابيه إن صح التعبير؟ يعني كيف تفسرون ذلك؟ أنا أرجع الأمر، وهذا اعتقاد ظني، هو تسويق تجاري أكثر. هو الفكرة تجارية بالنسبة لشركات الإنتاج. لأني عندما شركة إنتاج تبيع 10,000 سيدي، هل إذا مثل 100,000 سيدي؟ نعم. بالنسبة للأغاني الخفيفة اللي لازم مثلا نذكر الناس بنقطة مهمة. هو مسألة المسؤولين عن شركة الإنتاج ما كيكونش عندهم اهتمام أصلا بالموسيقى. يعني مدير مثلا شركة إنتاج إكس ما عنده لا علاقة له بالموسيقى، هو عنده الاهتمام بالبزنس. يعني فكرة ماذا تقولون لشركات الإنتاج؟ يعني أنتم كفنانين ويعني تصنعون الفن الطربي الأصيل، ماذا تقولون؟ أنت بدر ماذا تقول؟ أنا أقول رأيي المتواضع أنه شركة إنتاج فنية مثل ما قال الأستاذ مراد، مديرة في 190 لا يفقه شيئا في الموسيقى. نعم. بيكون مدير كوميرسيال يعني تجاري. فيا ريت لو تحطوا مدير فني مثلا بيفهم بالطرب، بيفهم، وراح تربحوا مو انه ما راح تربحوا، لانه ما شاء الله محبي الطرب موجودين. ويا ريت بدر رامي هلق تتحفنا كمان بإحدى المقطوعات الفنية الرائعة. طبعا نترك لك الاختيار. يعني واش راح تسمعنا دابا هلا اوكي يلا واش راح تسمعنا؟ يلا شو راح تسمعنا اخ بدر؟ بنسمعكم اخر مقطع من اغنيه دارت الايام لكوكب الشرق. تفضل. ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام وهل الفجر بعد الهلال
خلي الحب يقوم نفرح من فرحتي فرحتي تهت مع الفرحة من فرحتي فرحتي لا بنام لا بنام ولا بصحى من فرحتي تهت مع الفرحة من فرحتي لا بنام ولا بصحى من فرحتي تهت مع الفرحة من فرحتي لا بنام ولا بصحى ولقيتني معاك بعيش معاك بعيش في ربيع مفيش كده مفيش كده مفيش كده والشوق ما ينتهيش ما ينتهيش وشوق 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 كان ابتدى ما قدرتش اصبر يوم على بعده ده الصبر عايز صبر لوحده لوحده ما اقدرش على بعدي حبيبي ما اقدرش على بعدي حبيبي انا ليا مين انا ليا مين الا حبيبي. ألحان جميلة، شكرا جزيلا بدر رامي وللأستاذ رامي زيتوني كذلك على هذه الألحان الجميلة. نبقى في ذات الجو، يعني نبقى في جو الطرب الجميل. ومعك الآن مراد، وش راح تسمعنا؟ نخدموا قدام الأساتذة. وش راح تسمعنا؟ تفضل. ولا شي موال خفيف هكا. تفضل. أنا بيسمح لي الشرف إنه أعزف مع أخي على راسي، هذا شرف لي أنا. يلا تفضل. مراد إجازة الفنان الكبير. العفو أستاذ. أيوة الله. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي لما ألاقيك ولما تستمع بارك الله عليك. صوت جميل، صوت جميل جدا. ما شاء الله، رائع يا مراد. مراد البوريقي. طيب يعني أستاذ رامي، ما العمل اليوم للحفاظ على هذه يعني المواهب، للحفاظ على التراث الموسيقي والطرب الأصيل؟ أنا أؤكد نعم على دور الإعلام، نعم، إن كان في السهرات التلفزيونية أو في الحلقات البرامج الإذاعية وإقامة الحفلات. طيب بما أنه أكدت، ننتقل إلى سؤال آخر، يعني نعم. كيف يمكن اختصار المسافات ما بين الفن الطربي والجيل الصاعد، الجيل الجديد؟
والله اختصار مراد. المسافات انه هذا الجيل الشبابي نعم. يهتم شويه بالطرب، لانه اللي حيوصل الرساله نعم. لازم يكون من نفس الجيل. نعم. يعني مثلا استاذ كبر مع العمالقه الكبار، صحيح. هو كان في جيلهم يعني. فنحن الجيل المسؤوليه ملقاة على عاتقنا، نحن بنشوف نفسنا انه نحن اللي لازم نحمل المشعل ونوصل الاغنيه الطربيه للجيل اللي هو في نفس سننا يعني. طيب كلمة أخيرة بدر رامي. أولا نحن بنتشكركم كثير على هذه الفكرة هذا واجبنا اتجاه الفن والفنانين. فنحن ما فقدنا الأمل أبدا، الأمل كبير وموجود. نعم. والطرب موجود وراح يستمر، والإنسان دائما بيرجع للأصل، والأصالة هي اللي بتدوم. والحمد لله في عنا كثير شباب واعدة أكيد. شكرا جزيلا الفنان بدر رامي، كذلك الفنان المطرب الشاب، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا على هذه الاستضافة، وتحية لجنود الخفاء اللي معك. شكرا جزيلا. تحية لك أستاذ حسام على هذا البرنامج الراقي والجميل. شكرا هذا واجبنا. وأنا بشكرك أستاذ حسام على برنامجك الراقي اللطيف الرائع الطربي فعلا، شكرا. ودعمك للمسيرة الطربية. هذا أقل ما يمكن تقديمه لكم أنتم والتقنيين والموجودين معنا. شكرا جزيلا لكم كذلك تحية لكل الفنانين. رامي زيتوني. إذا مشاهدينا، صحيح أننا في عصر السرعة والتكنولوجيا الصارخة، لكن ذلك لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتلف الأذواق ويحد من الإبداع، لأن جذور الأغنية الطربية ممتدة متفرعة وراسخة. كيف لا، ولا تزال أعمال وخوالد العمالقة تتصدر ساحات الفن، وما وجود هؤلاء الفنانين الشباب المنغمسين في الفن الطربي إلا دليل على استمرارية اللون الغنائي الأصيل. نعتز بوفائكم، تحية لكم وإلى اللقاء، ونبقى مع هذه الروائع. سنحييكم بطريقتنا الخاصة. تفضل. قدك المياس يا عمري، يا غصين البال كاليسري، كالمياس يا غصين البال كاليسري. انتو احلى الناس في نظري، جل من سواك يا قمري.